أيها الإخوة، الأمر بالتوبة واضح في نص هذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، لعلكم تنجحون، لعلكم تسلمون، لعلكم تسعدون. أما الآية الثانية فيها وعيد: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. فإذا أنت لم تتب ولم تتعرف إلى الله ولم تلتزم منهجه فأنت في الخط الآخر حكما. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا شك أن كل واحد، بل أن كل مذنب يتمنى أن يتوب، وقد يتوهم أن هناك عقبات تحول بينه وبين التوبة. التوبة النصوح هي التوبة التي لا تنقض بالعودة إلى الذنب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بل إن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر منها ألقاها، وإلا كتب واحدة. يعني الإنسان حينما يذنب يمهل لعله يراجع نفسه، فإن أصر على ذنبه كتب عليه هذا الذنب. وهذا معنى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن حينما لا تندم، وحينما لا تستغفر، وحينما تتباهى بالذنب، وحينما تفتخر به، وحينما تذكره للناس، عندئذ يسجل عليك ذنب. المشكلة أيها الإخوة مع معظم المسلمين أن معظم المسلمين لا يقعون في الكبائر، لكن الذي يهلك المسلمين تلك الذنوب التي يحتقرونها. هي صغائر، ولكنهم حينما أصروا عليها قلبوها إلى كبائر. حينما أصروا عليها كانت حجابا بينهم وبين الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المشكلة أن المعاصي إذا انتشرت والإنسان إن لم يكن يقظا، إن لم يكن متعلما علما شرعيا، يظن هذه المعاصي التي ألفها الناس وانتشرت وشاعت حتى أصبحت جزءا من حياتهم، يظنها ليست بمعاصي. فلذلك لا تصاحب إلا من يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فذبه عنه. قاعدة: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله. فالمؤمن علامته أنه يرى ذنبه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة. لذلك عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كيف يهلكنه؟ يقول لك: أصلي فلا أشعر بشيء، وأقرأ القرآن فلا أشعر بشيء، وأذكر الله فلا أشعر بشيء. معنى ذلك أن هذه المحقرات حجبتك عن الله عز وجل. أي ذنب يحجب عن الله ولو كان صغيرا؟ لذلك ما من قول يسلج الصدر كقول أحد الصحابة: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر على من اجترأت. والحديث الجامع المانع في هذا الموضوع: لا صغيرة مع الإصرار.
ولا كبيرة مع الاستغفار. والمثل الذي كنت أضربه توضيحا لهذه الحقيقة أنك تركب مركبة في طريق عريض جدا ومستقيم، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إذا حرفت المقود درجة واحدة وثبتت هذا الانحراف فالمصير إلى الوادي. أما الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة. أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها، عندئذ تلحق بالكبائر. شيء آخر حينما قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. معنى ذلك الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر. التوبة فيها زيادة على الاستغفار. ألف المسلمون كلما وقعوا بذنب أن يستغفروا، ينبغي أن تعقد العزم على ألا تعود إليه. لذلك العلماء حددوا شروط التوبة: أولاً الإقلاع عن الذنب فوراً، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة في المستقبل. يعني التوبة تحتاج إلى علم. إن طلبت العلم وعرفت أنك واقع في ذنب كبير لا بد من أن تشعر بندم شديد. التوبة علم وحال. أما العمل الإقلاع فوراً وإصلاح الماضي والعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب. بل إن النية في هذا الموضوع لها أثر كبير. هذا الشرط الأول، أن يكون ترك الذنب لله. الشرط الثاني أن يستشعر قبح الذنب وضرره. أحد كبار العلماء جزاهم الله خيراً عددوا بعض أضرار الذنوب. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، يحرم الرزق، وقد يحرم العلم، ويشعر بوحشة في القلب وتعسير في الأمور ووهن في البدن، وقد يحرم الطاعة وتمحق البركة من حياته ولا يوفق ويضيق صدره. وهذه الذنوب تولد ذنوبا أخرى، ويعتاد الذنوب، ويهون المذنب على الله عز وجل، ويهون على الناس، ويلعنه الناس أجمعون، ويلبس بالذنب لباس الذل، ويطبع على قلبه، ويمنع من إجابة الدعاء. والذنب يفسد البر والبحر، والذنب يقلل الغيرة أو يعدمها، ويذهب بالحياء، وتزول معه النعم، وتنزل النقم، ويملأ قلب المذنب بالرعب، ويقع في أسر الشيطان وسوء الخاتمة وعذاب الآخرة. إذن ينبغي أن تدع الذنب لله أولاً، وأن تستشعر قبح هذا الذنب. فإن أنست به واستمرأته وارتحت له فهناك مشكلة كبيرة ينبغي أن تعالج. هناك مشكلة يقع بها بعضهم، أنه يبحث عن معصية ذات اسم أقل. دعك من هذه الكبيرة، يفعل صغيرة. ما دام يبحث عن المعاصي التي لها آثام أقل فهو في حيز المعصية. الشرط الثالث أيها الإخوة أن تبادر إلى التوبة من دون تأخير، فإن تأخير التوبة في حد ذاته ذنب. والله عز وجل يقول: ثم يتوبون من قريب، يعني بعد الذنب مباشرة. كلما طال الأمد بين الوقوع بالذنب وبين التوبة أصبح بينك وبين التوبة حجباً سميكا. الشيء الرابع، وهو تائب، وهو ينعم بالتوبة، وهو غارق في سعادة التوبة، يجب أن يقلقه أن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية. يجب أن يخشى على توبته من النقض. الشيء الخامس من شروط التوبة أن يستدرك ما فات من حق الله تعالى إن كان ممكنا. يعني إذا كان ميسورا وعليه زكاة سنة سابقة فليؤدي ما عليه من حق الله إن أمكنه ذلك. أما أخطر شيء في شروط التوبة أن تفارق موضع المعصية، أن تفارق بيئة المعصية، أن تفارق رفقاء المعصية، أن تفارق جو المعصية.
أن تفارق مكان المعصية، لأن وجودك في هذا المكان يدفعك إلى أن تقع بذنبك مرة أخرى. الشيء السابع أيها الإخوة، أن تفارق من أعانك على المعصية. هذا من جنود إبليس. لا بد من حمية اجتماعية، لا بد من أن تبدل من رفقاء سوء إلى رفقاء صالحين، لأن الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في شرط سام في التوبة أن تتلف كل المحرمات الموجودة عندك في البيت. شيء محرم، شريط، كتاب، آلة طرب، الأشياء التي يمكن أن تحن إليها بعد حين في ساعة غفلة ينبغي أن تزيلها من بيتك. هذا أيضا من شروط التوبة. الشرط التاسع أيها الإخوة، أن تختار الرفقاء الصالحين، البيئة الطيبة، أن تؤوي إلى مساجد الله، أن تؤوي إلى بيوت الله، أن تكون مع المؤمنين. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبمعنى من معاني هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من تتبع إذن؟ قال: واتبع سبيل من أناب إلي. الشيء العاشر من شروط التوبة النصوح، أن يعمد الإنسان إلى الوقت الذي أمضاه في المعصية أن يمضي مثله في الطاعة. كان يرتاد الملاهي، ينبغي أن تؤوي إلى بيوت الله. كان يفعل السيئات، ينبغي أن تفعل الصالحات. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال على استحسانكم. نرجو منكم دعم القناة عبر نشر الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم، كما يسرنا إبداء إعجابكم بالمحتوى واشتراككم في القناة.